كيف يستعد الإنسان ويهيئ نفسه لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه ومن كل النواحي الدينية الأخلاقية الشرعية؟ كيف يكون الإنسان مستعد لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ في حقيقة الأمر الإنسان أحسنت يجب أن يكون إنسانا أحسنت في بادئ الأمر. أحسنت. بما أنه الدين إنسانية أحسنت. نعم. والدين دين تعامل، هذا اللي يريد الإمام، هذا اللي يريد الإمام. أحسنت. الإنسان إذا هيئ ذني الله يوفقك واعتمد مبدأ الإنسانية بالصورة الصحيحة أحسنت. وحسن من تعامله، فهو هذا اللي يريده من عند الإمام، بالإضافة إلى العبادات. فأنا ما أعتقد بأنه العبادات وحدها تكفي الله لاستعداد الإنسان لظهور الإمام. أحسنت. فهاي في مقدمة الأمر. هو الإنسان يعني هيئ نفسه جانب العبادي ثم الجانب الأخلاقي اللي هو جدا مهم. صح. اليوم هذا الأكيد، الأمر الأكيد هذا. أنت لازم تكون إنسان قبل كل شيء، بما أنه الدين إنسانية. وهو مثل ما قالوا أهل البيت سلام الله عليهم: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. من هذا الباب حتى نستعد احنا لظهور الإمام بأخلاقنا. صح. أكيد بأخلاقنا، بتعاملنا الطيب. أحسنت. بإنسانيتنا. أحسنت. بحبنا للناس مو بحقدنا. أحسنت. بمساعدة الآخرين. أحسنت. هاي كلها واردة، هذا أنه أساسيات لأن يكون الإنسان كاملا ومستعدا لظهور الإمام. أحسنت. جزاك الله خير الجزاء.